امشوا سلموا حرية، امشوا سلموا حرية. يا شعب راسك مرفوع، يا شعب راسك مرفوع. لا للصمت ولا للجوع، لا للصمت ولا للجوع. يا شعب راسك مرفوع، يا شعب راسك مرفوع. لا استمرار 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 حتى تخفيض الاسعار، حتى تخفيض الاسعار. استمرار 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 الوحدة الاجتماعية، استمرار إن هذه الاحتجاجات الشعبية العفوية لم تنطلق بقرار حزبي سياسي، وإنما هي احتجاجات عفوية ولن تتوقف بقرار سياسي، وإنما الطريقة الوحيدة لإيقاف هذه الاحتجاجات هي أن تلبي مطالبها من قبل السلطة. الجهة الوحيدة القادرة على توقيف الاحتجاجات هي السلطة عبر الاستجابة للمطالب الناس المشروعة، وفي مقدمتها التراجع عن قرار رفع سعر المازوت وإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار، وتوفير المازوت في جميع مناطق محافظة الحسكة ومنع احتكاره، لأنه لا معنى من تخفيض سعر المازوت وعدم توفيره وبيعه في السوق السوداء. النقطة الثانية، نحن اليوم في هذا التجمع الاحتجاجي نكون صوتا واحدا لجميع أهالي محافظة الحسكة من أقصى جنوبها إلى شمالها. إننا صوت كل مواطن يعجز عن تأمين قوت يومه، متجاوزين كل الاختلافات القومية والدينية والسياسية، يجمعنا هم مشترك ومعاناة معيشية واحدة. نحن أبناء محافظة الحسكة لن نقبل بعد اليوم أن نبقى أغنى محافظة بالثروات وأفقر شعب في سوريا. مشكلتنا ليست في نقص الموارد، نحن نعيش فوق بحر من البترول وجبل من القمح، ومع ذلك يعيش معظم الناس تحت خط الفقر. مشكلتنا هي سوء في الإدارة وفساد في الإدارة، لذلك نؤكد على أن احتجاجاتنا مستمرة حتى تحقيق حياة كريمة لكل أهل الجزيرة. كل سلطة تخدم مصدر شرعيتها، وحين تستمد السلطة شرعيتها من الشعب فإن أول واجباتها هو الاستماع إليه. ولكن بعد أسبوعين من الاحتجاجات المستمرة في مدن محافظة الحسكة لم يحرك أي مسؤول في دمشق أو في قيادة قسد ساكنا للاستماع إلى مطالب الناس، وكأن معاناة الناس خارج حساباتهم وأرضاء الشعب آخر اهتماماتهم. إننا من هنا نوجه رسائل بوضوح إلى الجميع، إلى جميع مكونات الجزيرة، إن حقوقنا واحدة ومصيرنا مشترك، وكرامة الإنسان لا تعرف عرقا أو دينا، وغياب أي مكون عن هذا الحراك هو أضعاف لنا جميعا. إلى أهلنا في الاغتراب، نحن في الجزيرة نخوض حرب تجويع ممنهجة، لذلك ندعو كل أبناء الحسكة في دول الاغتراب إلى مساندتنا عبر تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية والضغط لوقف سياسة التجويع ورفع المهانات عن أهلهم في الداخل. إلى قيادة قسد، هذا الشعب الذي قدم الآلاف من الشهداء وصمد في مواجهة الإرهاب يستحق أن يجني ثمار تضحياته، وإنجازات الإدارة ومكاسبها يجب أن تكون إنجازات ومكاسب لكل الشعب حتى يدافع الشعب عن مكتسباته. عليكم أن تفهمون الشعب لن يدافع عن مكتسبات الآخرين سواء كانوا أفراد أو تنظيمات سياسية. رسالة إلى دمشق، الجزيرة السورية التي شكلت على الدوام وما زالت سلة غذاء البلاد ومصدر رئيسي لثرواتها لا يجوز أن تبقى وشعبها تحت خط الفقر. وأخيرا نقول لكل المسؤولين، إذا كنتم حقا خدما لهذا الشعب كما تدعون فاثبتوا ذلك بالأفعال لا بالأقوال. إن من لا يملك الحل لمشاكل الناس عليه أن يتحلى بالمسؤولية وأن يرحل وأن يترك المجال لمن يستطيع أن يخدم الناس وكرامتهم. وساعتها وتواخش سبا ساعات شش بشابري دين بهورن.